بإمكانات بسيطة توفرت في ورشته، عمد المهندس ياسر محمد الحبيشي من أبناء محافظة إب إلى تحويل سيارته القديمة إلى منزل متنقل في غضون بضعة أسابيع، والتجول بها في صنعاء ما أثار إعجاب الكثيرين بها. جت لي الفكرة على السيارة هذه، كانت عندي في الورشة لها من 2006، والذي بدأت الفكرة زيادة عندما شفت في صورة لسيارة هايلوكس مكونة من غرفتين وحمام ومطبخ وحاجات كذا، فأنا قلت يعني أبدع وأشوف كيف. كل ما فعلت حاجة كل ما جت لي فكرة أفضل. السيارة تتكون من غرفتين وحمام، وطرحت اللي تحت اللي غرفة للنوم للعيال، وفوق للتخزينة والتمشية إذا ما خارجة في أي مكان. وطبعا فعلت لها طاقة شمسية، فعلت لها الكبسات حق الشواحن حق التلفونات، طبعا الحمام الله يكرمكم عبر المضخة حق الماء، أول ما يضخ الماء على طول يطلع الماء، الخزان تحت، كل شيء تحت، يعني ما لاحظت ولا أي حاجة من طالع. إن الأخ ياسر قام بإنجاز سيارة بيت متنقل، غرفتين وحمام، وفي الحقيقة أنه أبدع في الشغلة هذه. يحب ياسر التنزه والسفر مع عائلته، لذا خطرت لباله فكرة تحويل سيارته القديمة إلى منزل متنقل، فأنشأ غرفة لأطفاله في بادئ الأمر والذين كانوا يعملون معه في صنعها، ثم ما لبث أن أضاف فوقها مجلسا مزودا بالطاقة الشمسية ودورة مياه ونوافذ للتهوية. استغرقت العمل معي شهر ونص كذا، لأننا متقطع بنشتغل سيارة الناس ميكانيك، كنت أفعل هنا شوية وهنا شوية. أول يوم خرجت بها قلنا نجرب السيارة كيف توازنها كيف ذا، طبعا غيرت لها مرتزيات حق طقم خلفي ثقيلة شوية، مرتزيات أمامية حق كامري، حاجات كذا يعني تثبت السيارة صح. خرجت بها كان ردود الناس ما توقعت يعني كذا، أشوف الناس كلهم يعني متفاعلين عليها، وكم كثير من الناس يشتروها، وأنا ما خاصة فيني، وممكن أفعل لأي واحد، كم طلبوا مني كثير حاولوا يشتروها مني، ما رضيت، يعني هذه خاصة فيني. نرجو المساندة والدعم من المسؤولين والحكومة في هذا، لأنه فيه مهندسين ومخترعين كثيرين في بلادنا، لكن لا يوجد الدعم، ولو وجد الدعم لا قاموا بإنجاز أشياء أفضل وأكثر من هذا الأشياء. حظيت السيارة المزودة بالمنزل الصغير بإقبال الكثير من الناس عليها، كونها تعد الأولى من نوعها في اليمن، بل وعرض البعض عليه شراءها، لكنه أبى بيع ابتكاره الأول. ويتوق ياسر إلى تشكيل فريق من المهندسين لصنع المزيد منها لمن يرغب، وهو ما سيعمل على تشغيل أياد عاملة للاستفادة من مثل هذه الابتكارات المفيدة.